السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى عندنا اسهل اكلة في الدنيا، شاورمة الفراخ. جميلة وسهلة وسريعة جدا جدا، ما بتاخدش وقت خالص. يعني انا لو جايلي ضيوف مثلا ولا حاجة، انا بصوا 10 دقايق هطلع الفراخ اللي عندي او الفراخ البانيه اللي عندي، هقطعها وهتبلها وهحطها على، بصوا مش هتاخد حاجة. بتعمل في سندوتشات كل الناس بتحبها، الكبير والصغير، وجميلة جدا جدا وانضف بكتير جدا من بره. لما نعملها للولاد في البيت، لان طبعا السندوتشات بره بقت غالية جدا. فحقيقي بجد الواحد بقى يحاول على قد ما يقدر كل السندوتشات اللي الولاد بيحبوها يعملها لهم في البيت. ده عندنا هنا كمية الفراخ طبعا اللي انتي تحبيها. انا كنت محتاجة كمية كبيرة شوية. هنجيبها، هنقطعها شاورما سلايس رفيع كده. طبعا مش هنقطع كل قطعة لوحديها، يعني انا كنت برص كل كام قطعة فوق بعضيهم وايه وبقطعهم مرة واحدة. هما حقيقي ما خدوش وقت معايا خالص الصراحة يعني زي ما انتوا شايفين كده بتقطعوا بسرعة. انتوا عارفين الفراخ سهلة ومش صراحة مش بتاخد وقت في اي حاجة. يعني اي طريقة هتعملي بيها اي نوع فراخ صراحة، يعني ما بتاخدش وقت خالص خالص. يعني اسهل بكتير جدا من اي حاجة. او بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انا برص 3 4 قطع على بعض، 5 على قد ما هقدر اتحكم فيهم وهعملهم. ولو هي على فكرة بقى كمان خارجة من الفريزر وماسكة شوية في بعضها، برضو هتبقى حلوة قوي. الفراخ عندي هنا اهي، انا احط عليها معلقتين زبادي. طبعا انا مزودة في المقدار علشان الفراخ هنا اكتر. وشوية ليمون، نص كاس ليمون صغير، نص فنجان ليمون صغير، نص فنجان خل. وعندنا التوابل بتاعتنا بقى ملح وفلفل، بصل باودر، توم باودر، بهارات شاورما لو عندك. احنا قلنا فلفل اسود، بابريكا. اوكي. هنحط كمان اهو زي ما انتوا شايفين اهو، بصل باودر والثوم الباودر. وانا حطيت كمان 7 بهارات، كان عندي 7 بهارات حطيت منها برضو. بتبقى جميلة قوي. ونص فنجان زيت، لان انتوا عارفين الصدور مش ما فيهاش دهون كتير زي الاوراق. وهقلبهم في بعض كويس، وهسيبهم ايه مع بعض يا دوبك 5 دقايق بس، عقبال لما اقطع الخضار بتاعي. الخضار بتاعي عندنا طبعا بصل وطماطم وانا كمان بحط معاهم فلفل رومي اخضر. لو عايزة سبايسي طبعا بتبقى تحفة بالسبايسي. قطعي كمان معاهم قرنين سبايسي، او شوية شطة صغيرين، بتبقى حلوة جدا. بتديها طعم اجمل على فكرة. يعني اي حاجة سبايسي الصراحة بتبقى طعمها اجمل بكتير. زي ما انتم شايفين كده انا مقطعة البصل شرايح، والطماطم زيه والفلفل. عندنا هنا بقى الجريل على النار او الطاسة، ايا كان الحاجة اللي هتعملي فيها. سخنيها كويس جدا، وانا حطيت فيها يا دوبك ايه حاجه بسيطه خالص زيت. وهنحط الفراخ جزء جزء، مش هحطها كلها مره واحده. يعني ايه، هفردها في الجريل، على الجريل كده، بحيث ان هي ما تبقاش فوق بعضيها. محتاجينها تبقى مفرودة كده علشان ما تنزلش ميتها، علشان لما نيجي ناكلها تبقى جوسي كده حلوة معانا، وفيها العصارة بتاعتها زي ما هي ما نزلتش منها. فانا حطيت، كنت بعمل ايه، بحط شوية بشوية، واللي بحس ان هم اخدوا لون كده واخدوا الصدمة بتاعتهم بروح لماهم شوية على جنب، واروح ايه مكملة بقية الكمية. طبعا انت لو هتعملي كمية عادية نص كيلو مثلا ولا حاجة، هي هتتحط على مرة واحدة وخلاص على كده. مش هتضطري ان انتي تعملي زي ما انا ايه كنت بعمل يعني. هي مجرد بس ان هما بتتشوح الفراخ طبعا انتوا عارفين اصلا بتستوي بسرعة جدا. وخصوصا بقى كمان لما تبقى متقطعة ايه صغيرة كده. طبعا هي مش محتاجة اي حاجة خالص، احنا حاطين لها التوابل بتاعتها وكل حاجة حاطينها. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انا لميت اهو اللي اخد الصدمة على جنب، وحطيت بقية الاجزاء التانية اللي عندي.
بصوا لازم طبعا النار تكون عالية جدا، علشان زي ما بقول لكم الفراخ ما تنزلش العصارة بتاعتها، وتبقى طعمها جوسي كده، ما تبقاش ناشفة، وانتي بتاكليها كده تحسي ان هي ايه، طرية وحلوة. ده هنا انا حطيت دبس رمان، برضو بيطعمها اكتر معايا. لا يا رب سوري معلش مش دبس رمان، حطيت صويا صوص. اهو هحط بقى الخضار بتاعي. الخضار بتاعي مش هحطه كتير على النار، يعني انا كده بالنسبه لي الفراخ خلاص استوت خالص، كملت السوا بتاعتها. انا حطيت الخضار بتاعي يا دوبك هديله تشويحه كده، وهطفي عليه، لان انا محتاجه ان الخضار يبقى فيه سنه قرمشه كده، مش مستوي خالص مع الفراخ. طبعا بعد ما هتتعمل زي ما انتم شايفين كده، هنطفي عليها وهنعمل بقى، هنعمل في سندوتشات فين، وهنعمل في كايزر على حسب ايه الولاد ما هم عايزين. انا عملت سلطة طحينة، سلطة طحينة طبعا بتبقى جميلة جدا عليها. لو عايزين عيش سوري ممكن تحطوا، بصوا دي رشة بقدونس كده برضو بتديها طعم جميل قوي. عايزين بقى انتوا اي صوصات، يعني اي حد بيحب اي صوصات طبعا هيحطها. احنا يعني انا عن نفسي بحب الطحينه معاها. انا كنت عامله شويه طحينه وحطاهم في الازازه دي، بحيث ان انا ايه احط على السندوتشات، وما كنتش بحط برضو كتير ليه. يعني اللي عايز يزود بياخد ويزود تاني. حقيقي لازم تجربوها، حلوة قوي وسهلة قوي وانضف كتير 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 من بره. وتنفع لحاجات كتير، تنفع لو انتي جايلك ضيوف ومش مش عارفة تعملي ايه، او عايز تعملي حاجة سريعة. تنفع لو الولاد رايحين النادي، رايحين التمرين مثلا، وعايزة مش عايزة تشتري سندوتشات من بره. ف... فتعملي لهم دي وتاخدوها مثلا، تحطيها في بوكس كبير وتاخديها معاكي. تنفع لو انتي مثلا عايز تعملي اكل ومش عايزه تقفي في المطبخ، يعني تعبانه مش قادره تعملي حاجه، يعني انتي ممكن حتى تخلي حد من الولاد يعملها وانتي قاعده تقولي له يعمل ايه، وهتبقى بسيطه جدا، ومش هتاخد تعب ولا مجهود، ولا هتاخد وقت. حقيقي جميله وسهله بجد، مفيش اسرع منها، حلوه قوي قوي يعني. يعني يا ريت بعد كده ما يعني نحاول على قد ما نقدر ما نشتريش حاجة من بره. الحاجة بقت غالية قوي قوي، وكمان ما بقتش مضمونة خالص، ما بقتش عارفة هو بيبقى محطوط فيها ايه. فالافضل طبعا ان احنا نعمل كل حاجة بعد كده في البيت، وده حقيقي اللي معظم الامهات حاليا بتحاول تعمله يعني.